اهلا بيكم يا حبايبي في معلومه جديده على الماشي مع موما علشان ما ننساش. ايه معلومه النهارده يا موما؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن علامات الاعراب: المفرد والمثنى وجمع المذكر وجمع المؤنث وجمع التكسير. تعالوا ناخد المفرد لوحده. المفرد يرفع بالضمه، بالحركات طبعا، بالضمه، ينصب بالفتحه، يجر بالكسر. طيب سؤال مهم بقى لاصحابي الشطار الابطال، يلا. متى يرفع المبتدا المفرد بالضمه؟ يرفع المفرد بالضمه اذا كان مبتدا، خبر، فاعل، اسم كان، خبر ان. تمام؟ يبقى المبتدا المفرد يرفع اذا كان مبتدا، خبر، فاعل، اسم كان، خبر ان. طيب متى ينصب بالفتحه؟ اذا كان مفعول به، خبر كان، اسم إن. متى يجر بالكسرة؟ إذا كان مفعول مضاف إليه أو اسم مجرور. تمام؟ كده المفرد قلنا يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالكسرة. نيجي للمثنى. المثنى احنا عارفين يرفع بالإيه؟ برافو عليك، بالألف. يبقى المثنى يرفع بالألف. طيب ينصب ويجر الاتنين بالياء، ينصب ويجر بالياء. المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. يبقى المثنى يرفع بحركات ولا بحروف؟ لا، بحروف. يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. متى يرفع المثنى بالالف؟ اذا كان مبتدا، خبر، فاعل، اسم كان، خبر ان. تمام؟ متى ينصب ويجر بالياء؟ ينصب بالياء اذا كان مفعول به، خبر كان، اسم ان. يجر بالياء اذا كان مضاف اليه او اسم مجرور. تمام؟ احنا عرفنا المفرد والمثنى. هنخش على جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يرفع بالواو، بالحروف ايضا. يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. يرفع بالواو امتى؟ اذا كان مبتدا، خبر، اسم كان، خبر ان، فاعل. ينصب امتى بالياء؟ اذا كان مفعول به، اسم ان، خبر كان. يجر امتى بالياء؟ اذا كان مضاف اليه او اسم مجرور. تمام؟ يدخل على جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمه. احنا قلنا بيتعامل معامله المفرد، يرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسره. يبقى المؤنث السالم يرفع بالضمه. متى يرفع بالضمه؟ اذا كان مبتدا، خبر، فاعل، اسم كان، خبر ان. تمام؟ ينصب ويجر بالياء. ينصب بالياء اذا كان مفعول به، اسم ان، خبر كان. يجر بالياء اذا كان مضاف اليه او اسم مجرور. تمام؟ ندخل على خامس جمع، اللي هو ايه؟ جمع التكسير. جمع التكسير قلنا في الرفع بيتعامل معامله المفرد زيه زي المؤنث السالم. يرفع بالايه؟ بالضمه. ينصب بالايه؟ بالفتحه. يجر بالايه؟ بالكسره. يبقى جمع التكسير يتعامل معامله المفرد في كل علامات الاعراب. يرفع بالضمه، ينصب بالفتحه، يجر بالكسره. امتى يرفع امتى يرفع بالضمه؟ اذا كان مبتدا، خبر، فاعل، اسم كان، خبر ان. ينصب بالفتحه اذا كان مفعول به، خبر كان، اسم ان. يجر بالكسره اذا كان اسم مجرور او مضاف اليه. تمام؟ اتمنى تكون المعلومه وصلت والدرس اتفهم. ولو في اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات، وما تنساش الشير وتفعيل الجرس علشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.